السلام عليكم. كنبغي نرحب بمشاهدي الكرام. مع حلول شهر رمضان بغينا نديرو شهيوات حلوين ومالحين بمناسبة رمضان الكريم. كيف ما كتشوفوا معنا اليوم ان شاء الله غنوجدوا بريوات مالحين. بالنسبه للمكونات عندنا ورقه ديال البسطيله، البصله، الجزر، القرعه خضراء، فلفله حمراء، ليشو، ملحه، بزار، ورقه سيدنا موسى، زعتره، ثومه، زيت المائده، زيت الزيتون، وصوص الصوجا. بالنسبه لطريقه التحضير، كنسخنوا شويه المقله، كنديروا شويه الزيت، كنضيفوا البصله، كنشحروها، كنضيفوا الزعتره، ورقه سيدنا موسى، الثومه. بعد ما غادي نشحروا البصله غنضيفوا معاها الجزر. بعد ما شحرنا البصله غنضيفوا الجزر، نخليو الجزر حتى يتشحر حتى هو ميبقاش قاصح، ونضيفوا الفلفله والقرعه وليشو وزيت الزيتون. من بعد ما الجزر طاح غادي نضيفوا ليشو، نضيفوا الفلفله، في نفس الوقت نضيفوا معاها القرعه، ونضيفوا زيت الزيتون، نضيفوا الزان. وبالنسبه للملح نحاولوا ما نكثروش منه، نديروا غير شويه الملحه حقاش الصوص ديال الصوجا ديجا مالحه. الان بعد ما طابت لي ليغيم ديالنا غادي نضيفوا شويه ديال الصوص ديال الصوجا، الان بعد ما وجدنا لافارس غادي نخليوها تبرد عاد باش نفارسيو لي سيغار ديالنا. بعد ما بردات لافارس كناخدو الورقه على هذا الشكل هذا، كنكونو وجدنا شويه ديال الدقيق مع الماء هو باش كنسدو. كنحاولوا نجمعوهم مزيان باش زعما يتشتو. كيف ما كتشوفوا معنا هما البريوات وجدوا، كنتمنى تجربوهم وبالصحه والعافيه.